هل الاي اي هياكلك ولا انت هتخلص عليه؟ الدنيا بتتغير وكل يوم اداة بتعمل حاجة جديدة، في اداة بتكتب، في اداة بتمنتج، في اداة بترسم، في كل حاجة ليها اداء، وكل ده وانت واقف مكانك. لو لسه مستني حد يقول لك تعمل ايه، فاعتبر الفيديو ده فرصة ليك، يا اما تبدأ النهاردة او تندم بكرة. كل اللي حواليك عرفك او بيقول لك ان الذكاء الاصطناعي هينهي عليك او هينهي على الشغل او هيقعد الناس في بيوتها. لا، حقيقة هو مش هيخلص على الشغل، وهيخلص على اللي رافض يتطور وخايف يدخل على الذكاء الاصطناعي. وده اكيد مش انت مش مجرد منفذ زي الذكاء الاصطناعي، انت صانع فكرة، وده اكيد عمره ما يتلغي. عاوز تسبق؟ اسمع دول وخليهم قانون في دماغك. اتعلم صح، مش لازم تكون خبير في الشغل بتاعك او مش لازم تكون خبير من اول يوم، بس اتعلم صح واحدة واحدة او خطوة خطوة وانت هتتعلم وتتطور. استخدم الاي اي كأنه اداة ليك، مساعدة ليك، مش خصم ند ليك. تشات جي بي تي، جيميناي، رانواي، ميدجورني، كل دي ادوات بتساعدك انك تطلع فكرة، او بمعنى صح كلهم شغالين عندك او عشان يساعدوك انت. ثالث شيء، ابني نفسك او عرف نفسك، ولان اللي بيبان هو اللي بيكسب. مفيش حاجة اسمها جاهز، في حاجة اسمها كل يوم بتحاول، خطوة ورا خطوة ورا خطوة. حتى لو انت خايف اشتغل وانت خايف، وحتى لو انت مش فاهم ابدأ وانت بتفهم في الطريق. زي ما بيقول لك العربية بتحمل قدام، السوق بيكافئ الجريء مش الكامل. وعالم الذكاء الاصطناعي مش هيفضل مستني على اللي بيتفرج بس. اللحظة دي بتفرق، يا اما تفضل زي ما انت وتخلي الذكاء الاصطناعي ياخد مكانك، يا اما تقوم وتخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل عندك مش ياخد مكانك. واوعى تتأخر، الفرصة على الباب. واخيرا خلي الفيديو ده بداية نقطة انطلاق ليك او بداية حياتك في الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم.